مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل دجاج كنتاكي او البروستد تشيكن او الدجاج المقلي. هنعمله بطريقه سهله جدا جدا، اي حد يقدر يعمله بابسط المكونات وبالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. الكراست اللي عليه من بره هشه ومقرمشه جدا جدا، ونعمله بطريقه سهله ان شاء الله يعجبكم. لو اول مره تتفرجوا بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. اول حاجه كده معايا لتر من الميه في بوله او في طبق، وحطي كمان معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه من الخل ونص معلقه فلفل اسمر وكمان معلقه من الثوم البودر ومعلقه من البصل البودر ونص معلقه من البابريكا وكيس مرقه دجاج فوريه بالشكل ده. ممكن مكعب عادي مرق، وممكن التوابل دي تضيفوا عليها اي توابل تاني انتوا تحبوها، مفيش اي مشكلة. ممكن تزودوا اصلا كمية التوابل عشان الطعم يبقى قوي معاكم، فمفيش اي مشكلة في التوابل زي ما انتوا عايزين. بس هنعملها طبعا من غير لبن رايب ولا زبادي، هي في المية كده هتتنقع في المية يوم كامل او على الاقل من 6 ل8 ساعات عشان تاخدوا نتيجة مظبوطة ويكون الطعم دخل جوه لحم الفراخ ديت. الدبابيس عندي انا منغزاها كده بالسكينة، عاملة فيها فتحات وطبعا مغسولة ومتصفية. سبتهم بقى طبعا في التلاجة، ودلوقتي هنحضر الخليط الجاف. معايا كوب من الدقيق ونص كوب من النشا وكمان معلقة من البيكنج باودر صغيرة ومعلقة من الملح ونص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة من الثوم البودر ومعلقة من البصل بودر، وقلبتهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. اقلبهم كويس جدا جدا جدا. دي يا جماعة بجد الخليط الجاف دوت لو عملتوا المقادير زي ما انا قايلها كده بالظبط، بجد القرمشه اللي انتوا هتدوقوها والطعم اكنكم بجد بتاكلوا في المحل. بعد كده هاخد حوالي 4 معالق او 5 كده في حاجة تانية بره بالشكل ده كده، يعتبر نص الخليط، وهكسر عليه كده بضاية واحدة بس اهو بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا اخلطها بس كده قبل ما احط المية، ان انا هزود كمان حوالي نص كوب من المية. عايزين الخليط دوت ولا تقيل ولا خفيف، هو مايل اكتر للخفيف. ابدأ ان انا اخلط واحدة واحدة كده لحد ما اعرف هياخد معايا مية قد ايه، لكن انا هو نص كوب او كوب الا ربع كتير قوي هيبقى كويس جدا جدا. عايزين لما نحط فيها قطعة الفراخ طبعا اللي انا قلته ده كله يمشي مع الفرخة الكاملة ويمشي مع الاجنحة ويمشي مع اي قطعة في الفرخة نفسها. تمام. احنا عايزين لما نحط القطعة في الخليط السائل دوت الخليط ما ينزلش ويسيح كده من عليها، عايزينه الى حد ما يبقى مغطيها ويبقى متماسك عليها شوية. شايفين بقى السمك بقى عامل ازاي معايا؟ متهيألكم ان هو خفيف بس هو كان مظبوط جدا جدا اهو. ومعايا بقية الخليط الجاف، انتوا هتحسوا ان هو بقى قليل بس هو هيفيض منه اصلا كمان بالشكل ده كده. جهزت كده الاتنين وطلعت الفراخ من التلاجة، وهبتدي ان انا اجففها كده بالمناديل كويس قوي قوي قوي، مناديل المطبخ، عشان الخليط السائل يمسك في الجلد وفي اللحم كويس قوي، لازم تتنشف. هبدأ بقى كده انزل بيها في الخليط السائل وانا حاطه زيت على النار. يعني نقوا اكتر حاجه ضيقه عندكم وحطوا فيها الزيت، وفي نفس الوقت تكون عاليه ومتاكدين ان هي على قد حجم قطعتين من الفراخ، لان احنا مش هنحط اكتر من قطعتين في الزيت. بصوا بقى بدحرجها ازاي كده في الدقيق اهو، مش هقعد اكبسها والكلام دوت. احنا عايزين الكراست اللي احنا هنشوفها مع بعض دي دلوقتي. وحاطه الزيت على نار متوسطه مايله للهاديه شويه ماشي، من قبل ما ابدا كده في التغليف.
بالشكل ده كده. شايفين انا بالراحة جدا بحاول ان انا اغلفها بالدقيق بحيث ان تديني شكل الكراست، واقعد انفض فيها كده شوية عشان الدقيق يعمل التعرجات اللي بتبقى عليها دي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ رهيبة بالشكل ده كده. وكل ما الدبابيس كانت اصغر كل ما كانت احلى في السوا. هبدأ بقى انزل. شايفين الزيت بيطلع فقاعات بس هو في نفس الوقت مش سخن قوي. بس هتطلع معانا بالشكل دوت. للأسف التليفون ما كانش بيصور، ما طلعتها من الزيت وكنت بوريها لكم، معلش. هتطلع بشكل القمر دوت. بجد حلوة قوي 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 وسهلة جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لايكات كتير.